انا وانت مدمنين سوشيال ميديا، اوعى تنكر الموضوع ده. عايزك دلوقتي تخش وتشوف انت بتقعد كام ساعة على السوشيال ميديا. صدقني هتلاقي رقم كبير، صح؟ يعني يا جدع وقتك اللي اهم حاجة في يومك تفرط فيه كده، والموضوع ده ما ينفعش خالص. فقرب كده وركز معايا وفوق عشان نعرف ازاي نحل المشكلة دي. في دراسة عملوها عشان يعرفوا متوسط الوقت اللي بيقعدوا الناس على السوشيال ميديا يوميا. لاحظوا ان اقل شخص او الشخص الطبيعي اللي بيقعد على السوشيال ميديا بيقعد قرابة ال5 ساعات يوميا. انت متخيل 5 ساعات يوميا؟ ده بس الشخص الطبيعي. في ناس في فئة عالية خالص كده بتلاقيهم بيقعدوا بال10 او ال12 ساعة. الموضوع ده فعلا مخيف ومحتاج يتعالج. وعلى فكرة المشكلة مش في الوقت اللي بيضيع بس. عارف كده لما امهاتنا كانوا بيقولوا لنا زمان لما يجي لنا اي صداع ولا تعب انه كله بسبب الموبايل؟ انا جيت لك النهارده عشان اكد لك الحاجة دي. كل التقلبات المزاجية والاكتئاب اللي بيمر فيه اي حد فينا كله السبب الرئيسي بتاعه هو الموبايلات، وبالتحديد السوشيال ميديا. لان السوشيال ميديا دي ممكن تعمل فيك العجب. ممكن فجأة تخليك طاير من الفرحة ومبسوط، وفجأة تخليك مكتئب وزعلان، وبتقدر تقلب لك في مزاجك وتديك مشاعر سلبية. يعني الفيديوهات والسكرول اللانهائي ده اللي بيخلينا نحس بالسعادة والنشوة ليه ضرر؟ ايوه نعم، ليه ضرر كبير جدا عليك. بس لو فكرنا كده عشان نعرف احنا ليه مدمنين على السوشيال ميديا، هنلاقي ان الموضوع غريب جدا. بنلاقي نفسنا بشكل تلقائي ممكن نمسك التليفون ونقعد نقلب في السوشيال ميديا واحنا ما حسيناش بالوقت. بنلاقي نفسنا قضينا في اخر اليوم ساعتين 3، بتوصل ل5 ساعات قاعدين على السوشيال ميديا. ليه؟ الموضوع ده غريب يا عزيزي المشاهد، ولكن بيرجع لسبب واحد رئيسي الا وهو الالجوريثم. وما ادراك ما الالجوريثم؟ الالجوريثم دي هي اللي مخلياني انا وانت مدمنين على السوشيال ميديا. طب ايه الالجوريثم دي وازاي بتخلينا مدمنين على السوشيال ميديا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. انت دلوقتي قاعد على احد برامج السوشيال ميديا وعمال بتقلب في البوستات، في مختلف انواع البوستات، نكت ومقالب وضحك وحاجات كتير مختلفه. انت عمال بتقلب ولا في دماغك اي حاجه، بتقلب وبتنبسط وبتحصل على النشوة والسعادة، وما تعرفش ان في ليلة كبيرة قايمة وراك عشان النكت والحاجات اللي بتظهر لك دي تحسسك فعلا بالنشوة والسعادة. فدي اول حاجة بتحصل. البرامج بتحلل السلوك بتاعك على البرنامج بتاعهم، فبيشوفوك عمال بتقلب على البرنامج، وفجأة لما يلاقوك وقفت على بوست معين وحطيت عليه لايك وكومنت وعملت تفاعل معاه، بيعرفوا انك مهتم بالحاجة دي، وبيبداوا يظهروا لك فيديوهات من النوع ده اكتر واكتر. وكتر ما بتقعد بقى على السوشيال ميديا بتكبر عندهم قاعدة البيانات، وبيقدروا يعرفوا من خلال اهتماماتك ومن خلال سلوكك على البرنامج، بيعرفوا اهتماماتك وهواياتك وشخصيتك، بيعرفوا كل حاجة عنك. فبالتالي الدايرة بتوسع خالص وما بتبقاش مجرد ان واحد قاعد على السوشيال ميديا بيقضي شوية وقت بعيد عن العالم الواقعي. واخيرا بتكمل الخدعة لما بيحللوا كل البيانات اللي حصلوا عليها دي، وبعد ما بيعرفوا اهتماماتك وهواياتك وشخصيتك بيبدأوا يظهروا الفيديوهات المناسبة ليك انت بس. عشان كده مستحيل تلاقي شخصين عندهم نفس البرنامج بيظهر لهم نفس البوستات ونفس الريلز. الموضوع ده غريب جدا، بيختلف من شخص لشخص لانهم بيتجسسوا على بياناتنا وبيعرفوا كل حاجة عننا بحيث انهم يرضوا كل واحد فينا. وده السبب الرئيسي في ادماننا على السوشيال ميديا. الانفينيت سكرول، الاختراع اللي ندم عليه صاحبه أشد الندم عشان عمله، هو اللي بيخليك تقلب في البرنامج بدون ما توصل لأي نهاية. قبل كده شفت بنت بتحاول توصل لآخر صفحة الهوم بيج في التيك توك، قعدت قرابة ال6 ساعات عشان توصل لآخر الصفحة دي، ولكن ما وصلتش لأي حاجة. ولكن أحب أقول لك الخبر إنها حتى لو قعدت 20 يوم عمرها ما كانت هتوصل لآخر الهوم بيج. الانفينيت سكرول يا عزيزي هي حاجة قوية جدا. هدف البرامج دي كلها انها تخليك قاعد اطول مده على البرنامج بتاعهم، فاخترعوا الانفينيت سكرول وتجنبوا الصفحات اللي موجوده في البرامج زي ياهو وزي جوجل، لان الصفحات دي بتخليك واعي وتبقى عارف انت وصلت لحد فين في التقليب، فبسرعه بتفوق وبتعرف ان وقتك بيضيع وبتروح سايب الموقع ده. واللي بيتعارض مع فكره برامج السوشيال ميديا. برامج السوشيال ميديا زي ما قلنا عايزه تخليك اطول وقت قاعد عندهم في البرنامج، فبيبداوا يحللوا البيانات بتاعتك ويظهروا لك الفيديوهات اللي انت عايزها بس. الموضوع ما خلصش لحد هنا، الخدعة بقت مسيطرة علينا كلنا. حتى الستوري اللي موجود في الانستجرام، عارف الستوري الدايرة اللي بتكون حواليها اللي بتبقى غالبا مستفزة لأي حد فينا، وفي بعض الأحيان بنخش على الستوري عشان نمشي الدايرة دي، لأنهم بيختاروا ألوان مستفزة تخليها مش عاجباك وتبقى منورة حوالين الصورة، فعشان كده بتخش عشان تخلصوا. وبعد ما بتخش على الستوري ستوري في ستوري في ستوري، بتلاقي مثلا واحد ناشر فيديو ريل، تقول الله ده جميل قوي، روح داخل على الفيديو الريل وتقعد تتسحل في الدوامه دي تاني ساعه ولا ساعتين. ولو قلنا انك بقيت واعي وقررت تقفل البرامج دي عشان تبدا تركز في حياتك وتعمل لك اي مصلحه في يوم، اول ما تقفل البرنامج
بيجي سحر الإشعارات. يجي لك إشعار من صفحة أنت عمرك ما شفتها أصلا، فتحت لايف فلاني في الوقت الفلاني. طب أنت مالك أنت بالحاجات دي؟ ولكن هم بيعملوا أي حاجة عشان يخلوك ترجع بالبرنامج وتفضل أطول وقت عليه، وأنت يا عيني غلبان كل اللي أنت عاوزه هو ساعتين إضافيين في يومك عشان تقدر تعمل حاجة كان نفسك تعملها من زمان. وآخر حاجة بتخلينا مدمنين على السوشيال ميديا، والحاجة دي هي خدعة من عندنا احنا، هم ملهمش أي دور فيها، هي هروبك من الواقع. كل واحد فينا بيمر بأوقات صعبة في يومه وبيمر بانشغال كبير أثناء يومه، ولكن كتير مننا بيقرروا إنهم يرموا كل ده ورا ظهرهم ويقعدوا على السوشيال ميديا بالساعات عشان يهربوا من الواقع. ودي مشكلة تانية كبيرة خالص غير كل المصايب اللي قلناها دي. وبكده عرفنا احنا ليه بندمن على السوشيال ميديا. الموضوع ده فيه خدع وفيه تريكس كتير بتخلينا مدمنين على السوشيال ميديا. الموضوع مش كله بايدينا، ولكن خلينا نقول انك ما اقتنعتش بكل الكلام اللي انا قلته ده، وقررت انك خلاص هتكمل وهتفضل قاعد على السوشيال ميديا وتقضي ساعاتك في يومك كلها على السوشيال ميديا. ولكن انا متفائل بيك جدا وما توقعش انك هتعمل كده، لان مجرد وصولك للفيديو ده معناه انك مهتم فعلا انك تسيب العاده الوحشه دي. فعشان كده عايز افهمك دلوقتي ايه اللي بيحصل لنا وايه التاثير والضرر اللي بيحصل علينا من السوشيال ميديا. الدوبامين، الهرمون اللي مضيعنا كلنا. الدوبامين هو الهرمون اللي بيخليك حاسس بالسعادة وبالنشوة. طب ايه نظام الدوبامين ده؟ كويس ولا مش كويس؟ اللي يبان عليه بصراحة انه كويس وانه بيخليك تحس بالسعادة. بيبدأ افراز هرمون الدوبامين في دماغك لما بتقعد تشوف الفيديوهات اللي هما بيرشحوها ليك، واللي بتبقى فيديوهات مناسبة ليك وفيديوهات بتحسسك بالسعادة. فبعد ما بتتفرج على بعض الفيديوهات وبتحس بالسعادة بتكون عايز تحصل عليها تاني، وبتكمل تأليف في السوشيال ميديا عشان تتابع فيديوهات تاني وتحصل تاني على هرمون الدوبامين، وهكذا بقى دوامها إلى أن يشاء الله. طب ممكن تقول لي كده عزيزي المشاهد، طب إيه المشكلة في كده؟ ما أنا بحس بالسعادة ومبسوطة أقول لك كده عزيزي المشاهد، اهدى كده وركز وما تستعجلش. هرمون الدوبامين ده أيوه هو هرمون السعادة، ولكن سعادة لحظية فقط، سعادة ما بتدومش على طول معاك. يعني ممكن تشوف فيديو وتنبسط وتحس بالسعادة، مجرد مرور 3 ل 5 ثواني ممكن الإحساس بالسعادة ده كله يختفي تماما. ولكن يا ريت الموضوع ينتهي على هنا. للأسف بيحصل تأثير سلبي ورا إن الدوبامين ده بيزيد وبينخفض فجأة، خلاص الهرمون اتفرز وتأثيره راح من عليك، بيترك وراه بعض الحاجات السلبية هي اللي بتأثر فينا وبتخلينا مدمنين على السوشيال ميديا. وبيتفرز هرمون الدوبامين ولكن بيصحبه حاجات سلبية كتير، منها عدم الشعور بالرضا، منها المقارنة مع الآخرين، والاكتئاب ومشاعر سلبية ومصايب كتير جدا. المشكلة ان بعد ما هرمون الدوبامين ده بيتفرز وبعد ما بيخلف الآثار السلبية اللي وراه، الحاجات دي بتدوم طويل جدا، فبتلاقي نفسك في بعض الأحيان مكتئب وزعلان بدون أي سبب. وعلى فكرة احنا كل ده لسه في أول أثر، وصلنا لحد ما انت بتبقى مكتئب وزعلان في يوم من الأيام، ولكن احنا لسه برضه في أول أثر بس وأول ضرر من السوشيال ميديا. انت عارف ان سمكة الجولد فيش عندها قدرة على التركيز على حاجة واحدة أكتر مننا، بتوصل ل9 ثواني بتقدر تركز عليهم في حاجة معينة. أما إحنا البشر بسبب قعدتنا على السوشيال ميديا الكتير بينخفض الرقم ده ل4 ثواني بس، ودي اللي بتسمى بحاجة اسمها الاتنشن تايم سبان. الاتنشن تايم سبان هي قدرة الإنسان على التركيز على حاجة واحدة بس. وبسبب إن السوشيال ميديا بتخلينا متلخبطين في المشاعر وعندنا أحاسيس كتير جدا في وقت واحد، فتلاقي نفسك بتتابع مثلا فيديو ديني لفيديو سطحي لفيديو عميق لفيديو حزين، بتلاقي فيه لخبطة كبيرة جدا في المشاعر، واللي بيخلينا صعب ان احنا نركز على حاجة واحدة بس. عشان كده لما بتيجي تذاكر مثلا ما بتقدرش تقعد 10 دقايق على بعضها لحد ما بتمسك التليفون وبتقعد على السوشيال ميديا. بعدنا عن السوشيال ميديا هو الحل الوحيد اللي هيخلينا نقدر نركز على حاجة واحدة بس وننجزها. صعب دلوقتي انك تلاقي حد بيقدر يركز على حاجة واحدة بس لفترة طويلة. صعب تلاقي واحد مثلا ماسك كتاب وقدر يقعد يقرأ عليه 30 دقيقة، أو صعب تلاقي واحد قاعد يذاكر لفترة أكتر من ساعة. غير بقى إنها بتبوظ علاقاتك الإنسانية وبتخلي تواصلك مع الناس ضعيف. بتلاقي إن أي حد فينا وهو قاعد في مناسبة عائلية مثلا ممكن فجأة بشكل تلقائي يطلع التليفون بتاعه ويقعد على السوشيال ميديا وينسى كل الناس اللي حواليه كلهم. وفي قعدة مثلا مع الصحاب أو الحبايب برضه بتلاقي نفسك بتعمل نفس العادة الوحشة دي، وده بيأثر على علاقاتك مع الناس وبيأثر على مهنتك وبيأثر على نجاحك في مختلف المجالات في حياتك. وزادت نسبة النسيان عند الناس 25% عن قبل كده. وفي دراسة خطيرة عملوها ووصلوا لأن معظم المراهقين والشباب
بينسوا 7% من المعلومات المهمة عن الناس القريبين منهم وأهلهم، زي مثلا إنه ينسى تاريخ ميلاد أبوه أو أمه، أو إنه ينسى بعض الحاجات اللي بيحبها المقربين منه، وبشكل عام علاقاته الإنسانية بتضيع. وبعد ما عرفنا كل الكلام ده عن السوشيال ميديا، أكيد أنت بتتساءل وعايز تعرف طب إزاي نعالج المشكلة دي؟ ببساطة أنا شايف إن الموضوع ده ليه 3 حلول رئيسية، لو كل واحد فينا اتبعها بشكل رئيسي هيقدر يتخلص من إدمان السوشيال ميديا. أول حاجة إنه يمسح البرامج من تليفونه. أنا عارف إن دي خطوة صعبة على أي حد فينا إنه ينفذها، وممكن البعض يقول طب أنا هسيبه في تليفوني ولكن مش هستخدمه. أنا هقول لك مستحيل إنه يفضل في تليفونك موجود وأنت ما تستخدموش، لازم هتستخدمه لأنك اتعودت عليه وبقى عندك إدمان. وعلى فكرة كلمة إدمان دي مش حاجة بسيطة، إدمان يعني إن الحاجة دي بقت تجري في عروقك، إدمان يعني الحاجة دي بقت تلقائية بتعملها بدون أي وعي. ولو الخطوة دي صعبة عليك ومش عارف تعملها إنك تمسح البرامج، حاول تستخدم البرامج ولكن تستخدمهم من على البراوزر. صدقني دي هتبقى تجربة وحشة جدا. تجربة انك تستخدم برامج السوشيال ميديا على البراوزر هيبقى فيها معوقات كتير وهتبقى تجربة وحشة جدا، وفي الاخير هتخليك تكره السوشيال ميديا باذن الله. تاني حاجة انك تحول مصادر الدوبامين بتاعتك. الدوبامين اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده واللي هو الحصول على السعادة من السوشيال ميديا، ده بيعتبر مصدر للدوبامين ولكن مصدر سلبي، بيحسسك بالسعادة والنشوة لفترة صغيرة لحظية وبعد كده بتختفي وبتخلف وراها مشاعر سلبية وعدم الشعور بالرضا وأكتر من كده. فحول مصادر الدوبامين بتاعتك لمصادر إيجابية، زي إنك تنجز حاجة فعلا أو تروح للجيم أو تعمل حاجة تستحق فعلا إنك تحصل عليها دوبامين. في الفترة دي لما بتحصل على الدوبامين بعد ما بتنجز الحاجة دي بتحس بإحساس كبير جدا بالإنجاز وبتبقى سعيد على مدار اليوم كله. فحاول إنك تقلل من مصادر الدوبامين السلبي وتزود من مصادر الدوبامين الإيجابي، واللي هي الحاجات اللي أنت بتنجزها فعليا في يومك. ومع الاستمرار على الحاجة دي لمدة شهر وأكتر، في الأخير بإذن الله هتلاقي نفسك بعدت عن السوشيال ميديا وبقيت تكرهها. وآخر نقطة إنك تبعد عنك السوشيال ميديا والتليفون في آخر ساعة قبل ما تنام وأول ساعة بعد ما تصحى. كتير مننا واقعين في فخ إنهم بيسهروا فترة طويلة على التليفون قبل ما يناموا، فده بيأثر على جودة النوم بتاعهم وبيسبب لهم اضطرابات في النوم. وغيرهم أول ما بيصحوا أول حاجة بيعملوها إنهم بيفضلوا قاعدين على السوشيال ميديا وبيشيكوا على الإشعارات والرسائل اللي وصلتهم، لأن آخر ساعة في يومك هي اللي بتجهزك لليوم اللي بعده وبتخليك تصحى تاني يوم عندك نشاط ومبسوط ومستعد إنك تبدأ يوم جديد، لأن أول ساعة في يومك هي اللي بترسم بقية يومك وشكله هيبقى إزاي ومزاجك هيبقى فيه إزاي. فلو مثلا أول حاجة عملتها لما صحيت من النوم إنك فضلت قاعد على السوشيال ميديا وقعدت تتفرج على فيديوهات وظهر لك فيديوهات كتير حزينة وفيديوهات تسبب الاكتئاب، صدقني ان بقية يومك مش هيبقى بقدر الانتاجية اللي كنت هتبقى عليه لو ما كنتش استخدمت السوشيال ميديا في اول يوم. واهم حاجة في الخطوات والحلول اللي قلت لك عليها دي انك تحاول تلتزم فترة طويلة عليها. حاول في البداية تلتزم شهر كامل بدون استخدام السوشيال ميديا او باتباع الحلول اللي اديتها لك. واعرف ان تركك لادمان السوشيال ميديا هي اول خطوه لوصولك للنجاح ولوصولك لتحقيق اهدافك، لان السوشيال ميديا خطيره جدا علينا وعلى دماغنا، وهي تعتبر اخطر من التدخين واخطر من الاكل السيء والاكل السريع. وفي الاخر الحياه حياتك وده يعتبر تفريط في عمرك، عشان كده حاول تهتم بالموضوع وفعلا تترك العاده عشان تعرف فعلا تعيش حياه افضل وتعيش حياه ذات جوده اعلى. واتمنى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.